بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون زادا لنا حتى نلقى الله عز وجل. معنا اليوم قصة من القصص التي رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم. روى هذه القصة النبي على أصحابه ليثبتهم على دينهم بها. أحيانا مثل هذه القصص تثبت الإنسان على دينه وعلى طاعة ربه، بل أحيانا تعلمنا فوائد كثيرة، خصوصا قصة اليوم فيها من العبر ومن الفوائد الشيء الكثير. مهما ذكرنا فإن الوقت لن يتسع على استخلاص كل فوائدها، فقد أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، يقول قصة لكن تستخرج منها فوائد وأحكام واستنباطات وربما أحكام شرعية. يقول كان في من كان قبلكم ملك عنده ساحر، ملك يخدع الناس بهذا الساحر كما كان فرعون يفعل. كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان عنده سحرة يوهمون الناس بأن له قدرات وليس فعلهم إلا سحر وشياطين. وهذا الملك الذي يخدع الناس نفس الشيء، كان يقول أنا ربكم، وكان عنده ساحر يفعل له بعض الأعمال فيظن الناس أنه صحيح هذا ربنا، والعياذ بالله. جهل من الناس وجهل من هذا الساحر وهذا الملك وغيره. فلما كبر هذا الساحر علم أنه سيموت، قال للملك ابعث لي غلاما أعلمه، فأرسل الملك له غلاما. طبعا احنا نتصور أن الملك ما جاب أي غلام، أكيد اختار غلام من بين الغلمان، أكيد أن فيه نباهة، فيه ذكاء، فيه عقل، فيه فطنة، غلام سبق أقرانه، ولهذا أرسله الملك إلى الساحر يتعلم السحر. وش معنى الغلام؟ لأن هذا الغلام سيكون في المستقبل شابا ثم يكون رجلا وكهلا، يعني له مستقبل وراءه. الاهتمام بالطفل أهم ما في إصلاح أي مجتمع. نبي نصلح مجتمع لازم نهتم بالغلمان، نبي نؤسس فكرة أو ننشر فكرة في الأمم لازم نهتم بالغلمان، بالصغار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالصغار، كعلي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان اهتم به النبي فصار سيدا من سادات هذه الأمة. علي بن أبي طالب اهتم في ابن عباس وهو صغير، اهتم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصار ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة. الملك بحث عن غلام فوجد غلاما نبيها عاقلا ذكيا، فجاء به وطلب من الغلام أن يتعلم السحر من هذا الساحر. والسحر علم، نعم علم، لكنه كفر بالله جل وعلا. ما يتعلمه الإنسان إلا ويكفر بالله، لازم، لأن الشياطين ما تستجيب للساحر إلا بعد أن يتقرب إليها، يعبدها من دون الله، يكفر بالله. بعض السحرة والعياذ بالله الآن يهينون القرآن، يتبولون على القرآن جل الله المصحف، يسبون الأنبياء، يفعلون أفعال كفر قبيحة، بعدها يصبحون سحرة. فذهب الغلام إلى الساحر يتعلم السحر ليكون خليفة لهذا الساحر، وإلا ملك الملك يضيع. كذب على الناس أنا ربكم يروح، خلاص إذا مات الساحر ماكو شيء، الناس تعرف كذبه. فبدأ الغلام يتعلم، وفي طريقه كل يوم يطلع من أهله يروح حق الساحر يتعلم. في الطريق كان يرى رجلا غريب المنظر، غريب الكلام. رجل كان يرى رجلا في صومعته في بيته، ما يخرج مع الناس، ما يختلط بالناس، عنده كلام غريب وعنده حركات غريبة. فدخل الغلام الذكي الفطن واستأذن من هذا الرجل فجلس. قال من أنت؟ قال أنا راهب. وماذا يعني راهب؟ أخبره بالخبر، أنا راهب أتعبد الله. قال يعني الملك؟ تتعبد الملك؟ قال لا، أتعبد رب الملك وربي
وربك. قال: من تقصد؟ أخذ الغلام الذكي النبيه يستمع إلى كلام الراهب فأعجبه، استأنس، هذا كلام جميل. ولأن الغلام كان ذكيا أذكى من رجال ذلك الزمن، بدأ يرتاح لكلام الراهب، يجلس شوي معه، بعدين يروح حق الساحر، ويبدأ الساحر يسأله: لما تأخرت؟ تأخرت. فيبدأ الساحر يضربه، قاسي، لأنه ما في رحمة، ما في دين، ما في إيمان، رجل خبيث مع الشياطين، فيضرب الغلام ضربا. فإذا رجع الغلام من الساحر، مجبور يروح حق الساحر، يرجع إلى الراهب فيجلس عنده فيهدأ قليلا ويرتاح من كلامه. أراد الله لهذا الغلام أمرا، أرادوا أن يضلوه، لكن من يهدي الله فلا مضل له. فإذا بالغلام يرجع إلى الراهب فيشتكي عند الراهب: ضربني الساحر، ويشتكي أن أهله في العودة أيضا يضربونه، أهلي يضربوني إذا تأخرت عندك، والساحر يضربني إذا تأخرت عندك، لأن في الطريق في الروح وفي الرجعة يجلس مع الراهب، والراهب يعلمه الدين. فقال له الراهب: إذا سألك الساحر قل حبسني أهلي أخروني، وإذا سألك أهلك قل حبسني الساحر، تطلع من هذين وتطلع من هذا. لعله نوع من الكذب، لكن الله عز وجل لعله أباح لهم هذا الأمر في شريعتهم حتى ينجو هذا الغلام، ما يتحمل. وكان كل يوم في طريقه يجلس عند الراهب شوي في الذهاب وفي العودة، يسمع من الساحر ويسمع من الراهب، فشتان بين الاثنين، نقيضان يتعلم منهما الغلام. في يوم من الأيام الغلام في طريقه إلى بيته رأى حيوانا عظيما، دابة كبيرة جاءت إلى القرية فأفزعت الناس وجلست في وسط الطريق، فخاف الناس منها، الناس كلها خايفة، الناس كلها تراجعت، ما حد تجرأ أن يقترب من هذه الدابة، ربما ثعبان عظيم، ربما سبع، ربما شيء، دابة عظيمة، كل الناس خايفة تقترب منها، وقطعت على الناس طريقهم. نظر الغلام الصغير إلى هذه الدابة فقال: اللهم إن كان الآن أتأكد الراهب صح أو الساحر، الآن راح يبين من اللي صح، من اللي كلامه حقيقة. قال: الراهب يقول لي في الله، والله يستجيب لك إذا دعيته. فقال الغلام: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر ففرج على الناس هذه الدابة، أبعدها عنهم، أهلكها، اكفي الناس شرها. ترى هذا الأمر يعني ما قاله الغلام إلا أن الله عز وجل قذف في قلبه هذا، ولأنه وصل إلى مرتبة من الإيمان ومن العلم. صح كان مترددا، لكن ما لجأ إلى الله إلا لأنه وصل إلى مرتبة من اليقين. أخذ الصخر حجر والناس قاعدة طالعة، الناس بتخوف الدابة مو قادرة، فاقترب الغلام منها فنظر الناس: أيها المجنون ابتعد، ماذا تفعل؟ ستهلكك الدابة، ستقتلك. واقترب الغلام منها ولم يخف، ثم أخذ الحجر فرمى هذه الدابة فأزاحها هذا الحجر وماتت مباشرة. فإذا بالناس يتعجبون كيف فعل هذا الغلام هذا الأمر. الغلام ما هم كلام الناس، لكنه علم أمرا، أن أمر الراهب أحق من أمر الساحر. الله أكبر. الآن تأكد الغلام أن الراهب على حق وأن الساحر على باطل، ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال: ما جئت به أيها الساحر باطل يقولها في نفسه، وما جاء به الراهب هو الحق. إذا تأكد الغلام من شدة فرحه، ذهب إلى الراهب، دخل إليه وقص عليه القصة وأخبره بالخبر. الآن الراهب تعجب، قال: متأكد من الذي حصل؟ قال: نعم، حصل كذا وكذا. تدرون شنو قال الراهب؟ المعلم
ايش قال حق التلميذ؟ الأستاذ الشيخ ايش قال حق تلميذه؟ قال أيها الغلام إنك اليوم خير مني. وين الأستاذ اللي يقول حق تلميذه كذي؟ في شيخ يقول حق طالب اللي عنده تلميذ أنت ترى أحسن مني؟ قليل، صح ولا لا؟ هذا ما يصل إليه إلا إنسان في قلبه نوع من التواضع، نوع من الإيمان، أخلاق جعلته يتواضع فيقول لتلميذه يا غلام إنك اليوم خير مني وسوف تبتلى. كل واحد يأتي بهذا الدين يبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي، يعني خلني أنا، ترى أنا كبير بالسن، أنا أعلم اللي أقدر عليه وأسوي اللي أقدر عليه، لكن يا بني يا غلام ستبتلى. تخيل غلام صغير ويقول للرجل إنك ستبتلى، صعب أليس كذلك؟ الأرقم قالها للنبي، ورقة بن نوفل قالها للرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا ليتني جذعا إذ يخرجك قومك، قال ومخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. الآن الراهب يقول للغلام ستبتلى، وأنا أقول لكل إنسان يلتزم ويهتدي بالشرع ويبلغ دين الله ستبتلى، لكن يبتلى المرء على قدر دينه، يختلف البلاء. قال فإذا ابتليت يا بني فلا تدل علي. فوافق الغلام على هذا. إذا أعانه الله عز وجل أراد أن يكتم أمر الراهب، خرج الغلام وأجرى الله عز وجل على يد هذا الغلام كرامات قد لا تحصل على يد غيره من البشر في ذلك الزمان. ما هي هذه الكرامات؟ وكيف ابتلي هذا الغلام؟ وما الذي حصل في ابتلائه؟ هذا ما سوف نعرفه، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. توقع الغلام أن يبتليه الله عز وجل، وتعلم الدين من هذا الراهب، وكان مجبورا على الذهاب للساحر، لكن كان يعلم أن فعله باطل. أجرى الله عز وجل على يد هذا الغلام كرامات، فكان يبرئ الأكمه والأبرص. الأعمى اللي مولود وهو أعمى يمسح على وجهه ويدعو الله عز وجل فيشفيه الله تعالى، والأبرص يمسح على جلده فيشفيه الله عز وجل، والمريض يدعو له فيشفيه الله عز وجل. سمع بهذا الأمر رجل يجالس الملك، جليس للملك، نديم للملك، صاحب للملك، وكان أعمى البصر. سمع أن هناك غلام يرجع البصر لصاحبه، فناداه، نادوا هذا الغلام، فنادوا هذا الغلام، فجاء إليه وكان أعمى. قال يا بني سمعت أنك تشفي وترجع البصر لصاحبه، فإن فعلت وأرجعت إلي بصري ليس هناك أحد بأجمع لك من الأموال مني، يعني ما في أغنى مني، أعطيك ما تشاء من أموال وما تشاء من ذهب وفضة. ما درى هذا المسكين أن الغلام لا يريد أموالا ولا يريد ذهبا ولا يريد فضة، غلام لكن الآن همه أن يؤمن الناس بالله رب العالمين. ترى شيء غريب، صح ولا لا؟ لولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه القصة في الصحاح لنا لتعجبنا. قال لك ما تشاء من أموال، لكن أرجع علي بصري. فقال الغلام أنا لا أشفي ولا أرجع بصرا لأحد. قال ماذا تقول؟ قال نعم، أنا لا أشفي ولا أرجع بصرا لأحد من الناس. قال الناس يقولون. قال الأمر غير صحيح. قال إذن ما هو الصحيح؟ قال الصحيح أن الله عز وجل هو الشافي، أنا أدعوه فيشفيك، فإن شئت آمن به وأدعوه فيشفيك. قال ومن هو الله؟ فعرف الغلام ذلك الرجل من هو الله. الغلام صار أشجع من الراهب. الراهب متخفي، لكن الغلام فيه قوة إيمان ويقين وحماس لهذا الدين، بدأ يبلغ دين الله عز وجل. وما همه، ما هم أن هذا جليس الملك ولا مو جليس الملك،
فقال له: آمنت؟ قال: فإذا آمنت به يرجع إلي بصري. قال: أدعوه ويرجع إليك بصرك. فآمن جليس الملك بالله تعالى وكفر بالملك، فإذا بالغلام يدعو الله عز وجل ويمسح على وجهه فيبصر مرة أخرى. جليس الملك أبصر، فازداد إيمانه بالله جل وعلا، وازداد يقينه بأن دعوة هذا الغلام هي الدعوة الحق، لا دعوة غيرها ولا كلام الباطل الذي يقوله الملك. فرح الملك، فرح الجليس بهذه النعمة، نعمة البصر، أن يعطي الله الإنسان البصر بعد أن كان أعمى، نعمة عظيمة. وكان على عهده وعلى وعده، فإذا به يؤمن بالله. مرت الأيام